وعليكم. شوفوا يا إخوة، سبحان الله، حماقة الأشاعرة. والله يعني ما كنت أتصور أن شخص بمداركه العقلية ويرد عليه يرد مثل هذا. أنا في هذا، يعني في هذا الفيديو قلت أن الددو، يعني شيخهم المجتهد المطلق، يقول أن علم الكلام هو علم، يعني لإثبات العقيدة، والرد به على الملاحدة والزنادقة. فقلت سبحان الله، ألا يكفيني الكتاب والسنة لرد على شبهة القوم؟ فجاءني هذا الغلام وقال لي: هل كان عند الصحابة علم يسمى علم التوحيد أو علم التجويد للقرآن؟ لو قيل لك أنا أثبت لك أن واحد مع واحد يساوي ثلاثة، كيف سترد عليه من القرآن والسنة بأن كلامه خطأ؟ للأسف المتعالمين والمتطفلين على العلم كثير، ومن عرف من من صفحات تتر الكتب، ومن عرف من صفحات تتر الكتب بعض الأقوال، خرج ليثبت ويرد ويناقش ويجادل ويناطح، رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. قلت سبحان الله، وهل واحد مع واحد يساوي ثلاثة هي من صفات الله ومن مسائل العقيدة حتى تقول لي هل نجيبه بالقرآن والسنة على سؤاله؟ والله إلا الحماق أعيت من يداويها. شفتوا سبحان الله، فقط ليبرر أن علم الفلسفة وعلم المنطق الذي بزعمهم يردون به على الملاحدة ويثبتون به العقيدة، أراد أن يبرر هذا بسؤال. يعني قال لي: لو قال لك واحد مع واحد يساوي ثلاثة، كيف سترد عليه من الكتاب والسنة؟ سبحان الله. هل واحد مع واحد يساوي ثلاثة من مسائل العقيدة؟ هل هي من صفة الله؟ والله لا أدري. يعني صدقا أنا في بعض الأحيان، يعني أطرح عليه السؤال: هل في جماجم الأشاعرة ألباب وعقول؟ الله المستعان.